حبايبي، قبل ما نبدأ المسلسل تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم لقطة الرابع من المسلسل الباكستاني ملاذي الوحيد. وقفنا في الحلقة اللي فاتت لما سيهان راح لزكريا وسأله عن صورة لالا عشان يتأكد هو ده الراجل اللي هدده وله طار مع بابا ولا لا، وبيشوف الصورة وبيطلع هو وبيتصدم جدا. طب لو عاوزين تعرفوا انا بقصد اقول ايه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا للآخر ويلا بينا. وإليف بتكون قاعدة وبتلاقي إلهام أختها بترن عليها وبتقول في سرها هي عاوزة مني إيه وبترن عليا ليه، مش كفاية الوجع اللي كانت معيشاه لماما، وبتعمل تليفونها صامت وما بتسألش فيها أبدا. وزكريا بيدي الورق ده لغازي وبيقوله إن المحامي اللي اداهوله، فطلعه سيهان وبيكون مستعجل جدا. وغازي بيقوله إيه رايح فين، وبيرد عليه وبيقوله رايح المستشفى لأن تشاندا هتخرج النهاردة. وبابا بيقوله خلاص ابعت أي حد تاني، وبيرفض يخليه يمشي وبيقوله خد اقرا الورق ده. فبيقراها سيهان وبيتضح ان دي وصية وكل املاك غازي باعها له وكتبها باسم سيهان، وبيقوله عشان لو حصل لي اي حاجة تبقى عارف اللي فيها. وسيهان بيتضايق من كلامه جدا وبيقوله ما تفولش على نفسك يا بابا، بعد الشر عنك يا حبيبي، طب ان شاء الله اللي يكرهك. وغازي بيتبسط جدا لما بيشوف ان سيهان خايف عليه كده، وبيقوله انت ابن غازي ياض، يعني اتولدت عشان تخوف الناس مش انت اللي تخاف كده، وسيبها لله وكله بأوانه يا حبيبي. وبيحضن سيهان باباه وبيقوله انا هفضل سندك طول العمر، وخد بقى يا عم ورقك ده خليه معاك واحتفظ بيه انت، وبيسيبه ويمشي. واخيرا الحمد لله تشاندا كتب لها تقرير بالخروج من المستشفى وخلاص مروحين. لكن إليف بتوقفهم وبتطمن على تشاندا لانها بتكون رجعت لشغلها من تاني. وسيهان بيكون مستغرب جدا وبيقول لها ايه ده انت بتعملي ايه هنا، انا فكرتك هتاخدي اجازه فتره. وتشاندا كمان بتقول لها يا حبيبتي انت لازم ترتاحي شويه وبتعزيها. وإليف بترد عليها وبتقول لها احساس الوحده ملازمني دايما وانا مش قادره اقاومه ولا عارفه اتاقلم عليه في البيت وحش جدا من غير ماما، فكنت لازم انزل الشغل، هو الحاجه الوحيده اللي بتريحني. وبتستأذن وتمشي لان بيكون عندها شغل. وغازي بيكون بيتكلم مع زكريا وبيقول له بقى عشان حته ارض واحده مشروعنا يقف ويتعطل كده. وزكريا بيقول له خلاص يا باشا احنا نقدر ناخدها بكل سهوله دلوقتي، وبيقول له الخبر وبيعرفه ان مريم ماتت. وغازي ما بيهتمش لموتها خالص ولا كأن الست حصل لها حاجة أصلا، وبيبص لزكريا وبيقول له أمال أنت مستني إيه يا جدع أنت، يلا روح اتكلم مع بنتها وأي تمن تطلبه اديهولها على طول، إحنا لازم ناخد الأرض دي بأي طريقة. وزكريا بيسكت كده شوية وبيتردد وبيقول له طيب يعني والسيد سيهان إيه الدنيا معاه. وغازي بيقول له الله وهي إيه مشكلة سيهان بقى دلوقتي. وزكريا بيعرفه إن من ساعة مريم ما ماتت وسيهان كل يوم بيكون موجود في بيتها هناك وبيطمن على بنت مريم ومنحاز جدا ليها. وغازي بيقول له لا سيبهولي انا هعرف اتعامل معاه، وانت روح شوف الارض ورد عليا لكن في اسرع وقت وما تعرفش سيهان باي حاجه. وتشاندا بتكون بتتكلم مع سيهان وبتكون إليف صعبانه عليها جدا وبتقول له ان حياه البنت دي هتكون صعبه جدا وخصوصا انها وحيده وملهاش حد. وبيرد عليها سيهان وبيقول لها والله عندك حق بس الحمد لله انها لها بيت تقعد فيه وكمان لها شغل ثابت وهي قويه بما فيه الكفايه وهتقدر تتأقلم، بس الكلام ده بيكون من ورا قلبه وهي فعلا بتكون صعبان عليه جدا. وبيروحوا خلاص من المستشفى وبيوصلوا على البيت وزكريا بيدخل لسيهان وبيديله الساعة والتليفون اللي أخوه كان سارقهم من إليف، وسيهان كان طالبهم منه لأن ساعتها كان ملهي في الموضوع بتاع المعاكسة وساعتها ما فكرش إن هو ياخدهم منه. وسيهان بياخدهم وزي ما يكون بيقول لنفسه إنه لقى سبب يخليه يروح لإليف لأنه أكيد هيحب إن هو يروح لها كتير، بس عشان هي بنته لوحدها فما ينفعش بقى الكلام ده وعشان كلام الناس كمان يعني خوفا عليها هي. وبيرن سيهان على إليف لكن تليفونها بيكون مقفول وسيهان بيقلق عليها جدا وبيروح يركب عربيته ويمشي. وهو في الطريق بياخد باله ان في عربيه وراه بتراقبه وبيزوغ منها وبيروح على بيت إليف وبيقول لها خدي يا ستي حاجتك اهي. وإليف بتشوفها وبتفرح جدا لان الساعه دي كانت بتاعت مامتها وهي كانت بتحبها جدا وبتشكر سيهان ان هو رجع لها حاجتها تاني. وبيقول لها انا رنيت عليكي بس تليفونك كان مقفول ليه. وبترد عليه وبتقول له لا ده انا غيرت رقمي بسبب إلهام. وسيهان بيقول لها ايوه بس كان لازم ترني عليا من رقمك الجديد اول ما جبتيه، ولا انت مش عاوزه تديهولي وبتتهربي مني يعني. وإليف بتضحك وبتقوله لا طبعا ولا تزعل يا سيدي هرن عليك اهو. وبتقول انا هسألك سؤال بس جاوبني بصراحة، انت اللي كنت باعت لي الحرامية ساعتها صح؟ وبيضحك سيهان وبيقول لها انت لحد دلوقتي بتتهميني، طب مصدقني كده ليه، هو شكلي مدي لكده ولا ايه؟ وبتضحك إليف وبتقول له بصراحة لا
بس أنا متأكد بس. وسيهان بيقول لها أنا لازم أمشي بقى عشان لسه هجيب علاج لتشاندا. وفي الوقت ده المجرمين اللي تبع لالا بيكونوا ناحية بيت إليف، وهما اللي كانوا مراقبين سيهان. وإليف بتوصل سيهان قدام الباب وبيكونوا بيتكلموا سوا، وبتاخد بالها إن في حد من بعيد عاوز يضرب الرصاص عليهم. وإليف بتفاديه بسرعة والطلقة بتيجي في دراعها هي، ورجالة لالا بيهربوا بسرعة. وسيهان بيكون ماسك إليف ومخضوض جدا وخايف عليها، ومن كتر التوتر اللي كان فيه ما كانش فاهم أي حاجة. وإليف ما بيكونش في وعيها خالص ومغمى عليها. وهنا غازي بيزعق لزكريا وبيقول له أنا حذرتك كذا مرة إن سيهان ما يخرجش لوحده والحراس لازم يكونوا معاه. هو فين بقى دلوقتي؟ محدش يعرف عنه حاجة؟ والله يا حاج غازي يعني انت خوفك وقلقك في محله. ابنك كان زمانه شهيد دلوقتي. وغازي بيوجه كلامه لزكريا وبيقول له لو ابني حصل له اي حاجه فاول رصاصه هتطلع مني هكون في راسك. وسيهان بيكون نقل إليف على المستشفى وبيكون في حاله صدمه وهدومه كلها دم، وبيرن على باباه وبيقوله ان حد ضرب عليه نار. فغازي بيتخض جدا وبيطلع يجري هو ورجالته وبيروحوا على المستشفى. واول ما بيشوف غازي ابنه بيرتاح انه بخير وما حصلوش حاجه. بس سيهان بيكون في حاله صدمه وبيقولوا ان في حد كان موجه السلاح عليه، لكن الرصاصه جت في إليف وهي دلوقتي في العناية المركزة. وغازي بيطمن عليه وبيقوله ما تقلقش هي هتبقى كويسة. وبيقول له طب انت شفت مين الراجل اللي ضربكوا بالنار؟ وبيقول له سيهان لا وملحقتش اشوف حد. وبيطلب غازي من زكريا انه يوصل سيهان البيت يرتاح، بس سيهان بيتعصب عليه وبيقول له لا بقى انا مش هتحرك من هنا غير لما إليف تفوق وترجع لوعيها تاني. والدكتور بيخرج من العناية وبيقول لسيهان انهم خلاص خرجوا الرصاصة من دراعها، بس ال 24 ساعة الجايين دول حالتها هتكون حرجة جدا وفاقدة الوعي. وسيهان بيكون زعلان جدا عليها ومش طايق نفسه عشان هو السبب. وغازي كمان بيكون مش طايق نفسه وبيكون شاكك بنسبة كبيرة جدا في لالا ان هو اللي عمل كده. وبيقول لزكريا انه اكيد هو اللي ورا كل اللي حصل ده. وبيرد عليه زكريا وبيقول له اكيد هو مين غيره يعني اللي هيعمل كده. وبيطلب غازي منه انه يجيب له اي اخبار او معلومات بسبب اللي حصل ده. وبيمشي زكريا وبيسيبه، وغازي بيكون هيطق وعينيه كلها شر. وسيهان بيكون واقف قدام العناية وبيبص على إليف من ورا الإزاز وبيكون حزين وتايه جدا وبيفتكر الموقف اللي حصل وعينه بتدمع وبيكون حاسس بتأنيب الضمير وإن هو السبب في كل اللي حصل ده لأن الخونة دول كانوا بيطردوه هو. وهنا سيهان بيتكلم مع غازي وبيقول له إن الدكتور بيقول إن حالتها مش مستقرة وإنه لو حصل لها أي حاجة أنا مش هسامح نفسي أبدا لأنها خطرت بحياتها عشان تدافع عني. وبابا بيطمنه وبيقول له ما تقلقش عليها هي هتكون كويسة في أقرب وقت انت بس ادعي لها. وبيهون عليه لأن نفسيته بيكون وحشة جدا. وسيهان بيقول له شكرا يا بابا لأنك بتطمني ومعايا هنا، ودي حاجة أنا ما كنتش متوقعها بصراحة. وغازي بيقول له انت تعرف ان دي أول مرة في حياتي أحس ان عامل زي الطفل اللي بيجري ومرعوب، وكل ده بسببك انت عشان فكرت ان حصل لك حاجة. بس عارف وقفتك قدامي دي وانت كويس عندي بالدنيا بحالها. اما بخصوص ضرب النار بقى فاللي عمل كده انا هلحسه الاسفلت وارميه بميه نار. نفكر بس ان هو يلمس ابن غازي يوسف. وزكريا بيدخل لغازي وبيقول له بصوت واطي شكك كان في محله يا ريس، وفعلا لالا هو اللي خطط ونفذ كل اللي حصل ده. وسيهان بيقول له ما تعلي صوتك اتكلم عدل وقول مين اللي كان عاوز يتهاجم عليا. وغازي بيسكته وبيقول له ما تتدخلش انت في الموضوع ده وانا اللي هتصرف. وبيقول له عرفت بقى انا كنت ليه عاوزك ترجع امريكا تاني؟ عشان انا ليا اعداء وهم عارفين انك نقطة ضعفي. فهمت بقى علشان كده سيبنا انا اتصرف وهجيلك، ولو بتحبني بجد ما تفكرش تيجي ورايا وغلاوتي عندك ما تيجي ورايا. وبيسيبه ويمشي وبيسيب له الحراس معاه. وزكريا بيقول لغازي اكيد يا ريس لالا دلوقتي واثق ومتاكد اننا هنروح له واكيد عامل خطه لمروحنا ليه كمان. وغازي بيقول له بالعكس هو ده الوقت المناسب وفرصتي، ولو انت خايف اقعد وما تجيش معايا. دي الرصاصه كانت باسم سيهان ابني وكان ممكن يحصل له حاجه، انا لازم اخلص عليهم واحد واحد بنفسي. وبيمشوا بالعربيات وبيوصلوا عند شركة لالا، وغازي ورجالته بيكونوا ماسكين الأسلحة وبيدخلوا يضربوا النار على كل الموجودين هناك وما بيرحموش حد. أوبا غازي ده طلع سوبرمان وملوش حل في الأكشن. وفي الوقت ده بيوصل لالا ورجالته، لا بصوا بيعدل شنبه ازاي عشان يعرف يحارب بضمير، وبيتقابلوا قصاد بعض وورونا مين اللي هيكسب بقى. لالا ورجالته من ناحية وغازي ورجالته من الناحية التانية، والاتنين مستحلفين لبعض وما بيتقوش بعض. وغازي بيقول له مستني ايه ما تضربني بالنار. ولالا بيقول له لا انا مش عاوز اقتلك برصاصه واخلي اخرتك سهله قوي كده، لا ده انا لازم اخليك تتعذب قدامي
وغازي بيقول له احنا حواراتنا وكرهنا لبعض ده بسبب الشغل، لكن انك تدخل ابني وسط كل اللي بيحصل بينا ده فانا كده مش هسمي عليك ابدا. ولالا بيقول له انت اللي بدأت يا حيوان، من ساعة ما شفت جثة اختي وهي متعلقة وانا كنت عاجز ومعرفتش اعمل لها اي حاجة، لا وكمان رحت تتجوز واحدة غنية، وده كله بسبب طمعك في ثروتها. وغازي بيقول له بقول لك ايه، سيبك من الكلام اللي بتقوله ده، انا عارف انك بتعمل كل ده علشان حتة الارض. وغازي بيقول له اخرس قطع لسانك، انا اعتبرت مريم الله يرحمها زي اختي واكتر، اما انت من اللي عملته معاها ما قدرتش تستحمل ظلمك وقرفك ده. وبيقول له ده انت لو اعتبرتها اختك فعلا دي تبقى مصيبة واللعنة على اخ شبهك يا اخي، لان انت بنفسك اللي تسببت في ضرب النار على بنتها. ولالا بيتصدم وبيقول له انت بتقول ايه؟ وبيروح المجرم اللي ضرب الرصاص للالا وبيقول له انه نشن الرصاصة على ابنه، بس هي اللي اتدخلت ودافعت عنه. وبيروح لالا الخان وبيقول له انا كلامي ما بيتسمعش ليه؟ انا قلت لك يضربوا الطلق يخوفوه بس اديهم راحوا ضربوا البنت بجد اهو. فخان بيقول له ان ضرب النار كان طشاش وهي اللي اتدخلت وجت فيها من غير قصد. وبيقعد غازي ولالا لوحدهم على انفراد، وغازي بيقول له ان طارهم بينهم وبين بعض هم بس، وان محدش يدخل اي حد من العيله في مشاكلهم. وبيكون مصمم ان هو يضرب اللي ضرب ابنه بالرصاص ويردها له ويضربه هو كمان. ولالا بيقول له انا كنت اسمح لك بكده لو كان ابنك جرى له اي حاجه، بس غازي ما بيسمعلوش وبيعمل اللي في دماغه. وسيهان بيكون مخضوض جدا لانه ما بيلاقيش إليف على سريرها في المستشفى، وبيدخل يسأل الممرضة وبيقول لها صاحبتي كانت هنا، هي راحت فين؟ والممرضة بتقول له للأسف ماتت. وسيهان يا عيني بتجيله صدمة وبيقول ازاي ده الدكتور لسه قايل انها اتجوزت مرحلة الخطر، وازاي ما حدش عرفني ولا قال لي؟ والممرضة بتقول له ان جالها نزيف داخلي وحالتها اتدهورت اكتر، وبيتضح ان البيبي يحلم وبيقرفنا احنا باحلامه وبيصحى من النوم مخضوض. قلنا نخدكوا شويه، ما هو مفيش بطلة مسلسل بتودع من اول المسلسل كده. وسيهان بيروح يطمن على إليف والممرضة بتقول له انها بدأت تستعيد وعيها واحدة واحدة كده وحالتها بقت مستقرة. وسيهان بيبدأ يطمن شوية وبتبدأ إليف الحمد لله تفوق، واول حاجه بتنطقها بتكون سيهان. وسيهان بيقول لها ايه يا إليف انت كويسه؟ وهي بتقول له خليك معايا وما تسيبنيش وتمشي انت كمان. وبتكون تحت تاثير البنج وبتقول له ماما سابتني ومشيت. وسيهان بيتاثر من كلامها وبيقول لها ما تقلقيش انا جنبك ومش هروح في اي حته، وكل اللي عليها تكرر نفس الكلمه ما تسيبنيش خليك جنبي. واساسا هي ما بيكونش في وعيها. وسيهان بيوعدها وبيقول لها انا هفضل جنبك دايما. وغازي بيروح لسيهان المستشفى وبيطمن عليه، وسيهان اول ما بيشوفه بيجري عليه وبيقول له بابا انت كويس؟ فغازي بيقول له ما تقلقش على ابوك ياض. وسيهان بيقول له طب احكي لي عملتوا ايه هناك؟ وغازي بيقول له خلينا في المهم دلوقتي، الدكتور قال لي ان حاله إليف استقرت وبقت احسن كتير دلوقتي، بس البنت لو فاتت وشافت منظر هدومك بالشكل ده هتتخض، فانت لازم تروح تغير هدومك دي. وسيهان بيرفض وبيقول له لا انا هخلي زكريا يجيب لي هدوم من البيت. وغازي بيقول له لا ما تسمع كلامي يا سيهان ويلا تعالى معايا انا هروح معاك. وبيرد عليه سيهان وبيقول لزكريا طب خليك جنب إليف هنا واوعى تتحرك من جنبها. وبيمشي هو مع باباه. وبالليل سيهان بيكون غير ورايح لباباه عشان هو عاوزه. وغازي بيقول له للمره المليون بقول لك لازم ترجع امريكا تاني بقى. وسيهان بيقول له لا يا بابا كل ده عشان لالا صح؟ فغازي بيقول له يا ابني الشغل بتاعي ده الجبن فيه زيه زي الموت بالظبط، وانا ولالا خلاص هنفضل كده طول عمرنا اعداء، فانت لازم تسافر عشان اكون مطمن انك عايش في امان. وسيهان بيقول له انا عاوز اشوف بابا قدامي مش غازي يوسف، انت ليه مش عاوز تفهمني بقى؟ وغازي بيقول له انا الاول كنت مسفرك بخصوص دراستك لكن دلوقتي عايزه اسفرك عشان حياتك. وسيهان بيقول له بس انا مش هسافر ولا هروح في اي حته وهخليني جنبك يا بابا، وبيسيبه ويمشي. وهنا لالا بيقول لخان اليوم اللي سيهان هيسافر فيه ويروح المطار ساعتها هضرب عليه النار، لان انا واثق ومتاكد ان غازي دلوقتي قاعد يتحايل على ابنه عشان يسافر وانا هوجع قلبه عليه، وكمان ده لصالحنا احنا. غازي بيتوسل لنا هنا ما نقربش من حد تبعه عشان خاطر ابنه، اما يوم لما ابنه يسافر مش هنفرق معاه وهيجي يقتلنا، ده غدار وانا عارفه. وتاني يوم تيشاندا بيكون بتودي الشاي لغازي وغازي بيسألها وبيقول لها سيهان صحي ولا لسه نايم؟ وتشاندا بتعرفه انه مشي بالليل وراح المستشفى. وغازي بيتضايق انه خرج لوحده وبيرن على زكريا وبيقول له خليك جنب سيهان وراقب كل خطواته. وسيهان بيكون قاعد في العناية المركزة طول الليل لحد النهار ما شقشق عشان ما يسيبش إليف، واصحاب إليف بيروحوا وبيطمنوا عليها وبيسألوا سيهان هو ايه اللي حصل لها ومين اللي ضربها بالرصاص، بس ما بيهتمش لأسئلتهم وبيقول لهم مش وقته دلوقتي الكلام ده، وهي لما تفوق هتبقى تعرفكم بنفسها، ويلا بقى اتفضلوا من هنا لان دي العناية وما ينفعش بقى يكون اي حد موجود فيها كده. وبيكون سيهان اصلا متغاظ منهم كلهم بسبب اخر مرة لما راحوا عشان يعزوا إليف وما كملوش معاها 10 دقايق وسابوها ومشوا، فعشان كده بيتصرف بالطريقة دي معاهم.
وبيدخل الدكتور وبيطمن سيهان وبيقولوا ان حالتها بقت احسن كتير، واول ما هتفوق هننقلها الاوضه عاديه على طول. والحمد لله اليف بتفوق وبتقول لسيهان روح انت على البيت وريح لك شويه بقى. وسيهان بيقول لها طب اروح ازاي بعد ما مسكتي ايدي ووعدتك اني مش هسيبك؟ بس اليف اصلا بتكون قالت له الكلمه دي ونامت على طول وما سمعتش رده هو قال ايه حتى. وسيهان بيبص عليها وبيضحك وبترجع تصحى تاني وبتقول له انت من امتى وانت معايا؟ وبيقول لها من ساعه ما جيتي هنا حضرتك. وهي بتقول له انت هتهزر بقى؟ وهو بيقول لها لا والله انا بتكلم بجد، ثق فيا بقى. وبتضحك وبتقول له طب عشان خاطري روح وارتاح شويه. وسيهان بيكرر نفس الكلمه وبيقول لها طب امشي ازاي بس وانت قلتي لي ما سيبكيش وانا وعدتك اني هعمل كده؟ ده انت لو بتذلها يا عم الحاج مش تقدر كل شويه تقولها لها كده. وبتضحك اليف وبتقول له يا عم هتلاقيني كنت تحت تاثير البنج بس، انت مجنون؟ وبيقول لها يا بنتي حتى وانت مش في وعي بتقولي مجنون؟ يخرب عقلك. وبيضحكوا وبيهزروا مع بعض وسيهان بيهون عليها جدا. وتاني يوم بيروح سيهان البيت وتشاندا بتشوفه وبتروح تطمن منه على حاله اليف وبيقول لها الحمد لله بقت احسن كتير. فبتضحك له ضحكه مغازله كده وبتقول له انت كنت قاعد معاها طول الليل؟ فبيضحك لها وبيقول لها يا ستي كنت موجود معاها. وغازي بيروح لهم وبيقول له انا متفق معاك انها خدت الرصاصه بسببك، بس هي دلوقتي خلاص بقت كويسه، ليه بقى عمال تعرض حياتك للخطر عشان واحده غريبه؟ وسيهان بيقول له لا مش غريبه يا بابا، هي قريبه ليا جدا. وغازي بيقول له ايه اللي جرالك يا ابني؟ وبيضحك سيهان وبيقول له انا ذات نفسي مش عارف والله، انا اول مره احس الاحساس ده، طول عمري حنين مع الناس كلها بس مش قوي كده يعني. وبيسيبه وبيطلع على اوضته وبيكون قاعد في اوضته لوحده وسرحان وما بيفكرش غير في كلام اليف وعيونه بتطلع قلوب كده وبيكون شكله كده خلاص بدأ يقع ويحن. وشاندا بتدخل له اوضته وبتقول له ايه ده، هو اللي انا سمعته ده صح ولا انا متهيألي؟ وبيقول لها اعتبريه صح، والله انا مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده، انا من فتره بسيطه كده كنت شايف البنت دي وحشه قوي بسبب تصرفاتها، لكن دلوقتي شايفها كل حاجه في حياتي وكل حاجه اتغيرت حتى انا كمان. وتشاندا بتقول له معنى كلامك ده هو الحب يا سيهان. وبيقول لها مش عارف يا تشاندا، بس اللي انا اعرفه اني عاوز افضل جنبها وما سيبهاش واشوفها على طول. وبيقول لها عارفه لما ضحت بنفسها عشاني وخدت الرصاصه ساعتها حسيت ان الدنيا كده خلاص انتهت وقلبي وجعني قوي، بس سبحان الله ربنا الهمني القوه في ان انقلها للمستشفى بسرعه لدرجه اني قلت يا ريتها كانت جت فيا انا مش فيها هي. ياه سيهان ابن غازي وقع في الحب خلاص وبقى رومانسي كمان. وبالليل بيروح سيهان هو وتشاندا المستشفى عند إليف يطمنوا عليها وبياخدها سيهان يمشيها في الطرق بتاعه المستشفى شويه عشان تحرك جسمها وبتقول له ما كانش له لازمه تتعب نفسك والممرضه كانت هتمشيني هي. وبيقول لها يا سلام يعني انت بتفضلي الممرضه عني؟ وبتقول له لا مش قصدي والله، انا مش عاوزه اتقل عليك اكتر من كده وكمان عشان شغلك. وسيهان بيقول لها ان حياته دلوقتي احسن بكتير. وإليف بتساله وبتقول له انت عرفت مين اللي كانوا عاوزين يضربوه بالنار؟ يا شيخه هو انت لسه فاكره تيجي تساليه دلوقتي؟ وسيهان بيقول لها ده اللي كان عاوز يقتلنا خلاص ودع وحقنا جه. هو تقريبا سيهان يعني فاكر ان بابا قتل لالا. فإليف بتتخض وبتقول له باباك ده خطر جدا. فبيقول لها ما تبقيش فرفوره كده بقى، ده مجرد قتله يعني. وبتستغرب وبتقول له انت قتلت حد قبل كده يا سيهان؟ وبيقول لها لا يا ستي ما حصلش قبل كده خالص اطمني. والحمد لله تاني يوم بالظبط إليف بيكتب لها خروج وبتروح وسيهان بيكون جايب لها حرس وواحده تاخد بالها منها وبيعرفها عليهم انهم اسمهم لياقت وشبانه وبيدخلهم الشقه. وإليف بتقول له انه ملوش داعي ابدا لكل اللي هو عامله ده وانها لوحدها بس اللي في الشقه. وبيقول لها ما هو ما ينفعش تبقي لوحدك في الشقه هتحسي بالاكتئاب ولازم يكون في حد معاكي في البيت. وبتقول له بس كده كتير قوي وكفايه وقفتها جنبي. وهو بيقول لها ما اسمعكيش تقولي كده تاني من هنا ورايح، وبعدين ده انت اللي ضحيتي بنفسك عشاني ومهما عملت مش هعرف اردلك اللي عملتيه ده ابدا. وبيقول لها خلي بالك من نفسك بقى وانا همشي دلوقتي وشويه وهرجع لك تاني. وسيهان بيروح المطعم بتاع مريم وبيكون اتصلح واشتغل وبقى زي الفل. وسيهان بيقول لهم انه عاوز المطعم شغال زي الاول واحسن كمان واعتبروا ان مريم كانها لسه موجوده بالظبط. اما بالنسبه للاداره ده كاشف المدير الجديد وهو اللي هيظبط الدنيا كلها. وبيفتح تليفونه وبيكلم إليف وبيقول لها مطعم مريم خلاص بقى زي الاول واحسن وعشان كده لازم نحتفل وهنعمل بكره افتتاح فيه على الضيق كده. وهي بتقول له خلاص اتفقنا وكده كده انا عاوزه اتكلم معاك في موضوع مهم قوي. وسيهان من فرحته بالمناسبه دي بيجيب لها خاتم هديه عشان يقدمه لها بكره وبيكون سرحان ووقع في الحب خالص وبيفضل يفتكر اللي حصل بينهم من اول ما شافها لحد دلوقتي. وتاني يوم بيكون الافتتاح
وإليف بتروح وسيهان بيكون واقف من بعيد وبيشوفها وبيكون معجب بيها جدا، وإليف بتجري وسيهان بيكون فاكر إنها بتجري عليه، بس هي بتروح على واحد تاني وبتحضنه، وسيهان ما بيكونش فاهم حاجة وبيكون مصدوم. وإليف بتكلم اللي حضناه ده اللي ما احناش عارفين ده مين وطلع لنا منين ده، وبتقول له بقى ينفع كده تنساني كل ده؟ وبيعتذر لها وبيقول لها لا طبعا انا ما اقدرش والله، بس كنت مشغول شويه ورنيت عليكي كتير لكن تليفونك كان مقفول. وبتقول له ما انا غيرته بسبب الهام وزنها، وبيسالها عنها وبتقول له بعدين هبقى احكي لك بقى مش دلوقتي. وكل ده وسيهان بيكون واقف بعيد ومصدوم، والمدير بيروح لسيهان وبيقول له التورته جاهزه للاحتفال، وسيهان بيكون متعصب جدا وبيقول له ارميها ملهاش لازمه خلاص، مع ان الشخص ده اصلا بيكون ابن عمتها، وبتاخده لسيهان وبتعرفه عليه وبيسلم عليه من غير نفس، وبيقول لها المطعم اهو حافظي عليه بقى واوعي تتخلي عنه ابدا، وبيقول لها انه لازم يمشي دلوقتي. وإليف بتستغرب قوي وبتقول له لا هو مش على اساسها هنحتفل سوا؟ وبيقول لها متعوضه مره تانية بقى اصلي ورايا شغل، وبيمشي وبيكون شكله غيران جدا ومتضايق وبيكون متعكنن جدا، ده حتى ما بيكونش قدم لها الهديه الخاتم اللي جايبه لها. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا، ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيدها، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا فيا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.